تستمر في 25 مشهد جاري في مدريد، وهذا كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الاول. كريستيانو يسجل الهدف الاول وياخذ الكره مستعجل، كما لو ان الفريق هو ليس الفريق هو الذي بحاجه للاهداف، هو الذي يسجل الهدف الاول ويرفع اهدافه الى 46 هدف في الدقيقه 19. وجماهير البانكوس الميرينجس الملكي الابيض تحتفي وكازياس يصفق، ورونالدو اذا يفتح باب التسجيل في الدقيقه 19 بالهدف الاول في هذه الامسيه والسادس والأربعين في هذا الموسم. كما اقول دائما من سوء حظ رونالدو انه يعيش في زمن لاعب اسمه ليو ميسي. لاحظ رأسية ممتازة، رفعة ممتازة ايضا من مارسيلو، وصعود قوي من كريستيانو رونالدو، وهدف رأسي رائع. الوصول لل20 بعد ال100 ممكن، والوصول للنقطة ال100 الآن أصبح يعني أمرا حتميا تقريبا من دون استباق للأحداث، لأن في كرة القدم كما قلت يعني تونا اليوم تعلمنا مرة أخرى للمرة المليون أن في كرة القدم هيغوايين يصلح الكرة ساقطة في الشباك. جميل الهدف الثالث من مسعود أوزيل، يسجل الهدف الثالث له هذا الموسم، ويتقدم ريال مدريد ب3 أهداف مقابل لا شيء. ويبدو أن مورينيو يعني يشعر بكريستيانو رونالدو ايضا يريد هو كريستيانو رونالدو يعني مثل ما فعل مع بنزيما تهنئة على الماشي، لانه هو يتمنى ان تكون هذه الاداء في اسمه لتخفف عنه الحمل او الفارق الكبير مع ميسي. ولاحظ كيف اسقط الكره باليسرى، بدات من بنزيما الى هيغوايين. المهاجمان صنعا الهدف لصانع الالعاب وصانع الاهداف. مسعود اوزيل يسجل الهدف الثالث في الدقيقه الرابعه من الشوط الثاني. تصويب لا يمرر، وتصويبه ممتاز. بيتيس سجل هدفين في 5 دقائق لريال بيتيس ضد برشلونه. واليوم كاسترو مايوركا يسجل في مرمى كازياس، تصويبه قويه جدا وعمل ممتاز، والتمريره جيده كانت من بيغاس